السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم وفيديو جديد للنشاط والترتيب والتنظيم. النهاردة هننظم الفريزر بتاع التلاجة. زي ما انتم شايفين أنا عندي الفريزر اللي هو التلاجة الأمريكان ستايل، واللي هي بما بين الفريزر بيكون فيها على الجنب. بس بصراحة أنا ما بنصحش بالستايل دوت، لأنه زي ما انتم شايفين الفريزر عندي ضيق ورفيع وطويل كده، ما بيقضيش بصراحة حاجة الأسبوع بالنسبة لو كانت عيلة يعني كبيرة. بفضل الستايل اللي هو بيكون الفريزر من تحت والضرفتين من فوق تلاجة، ده بيكون أوسع وبياخد حاجات أكتر. فزي ما انتم شايفين بنبدأ ان احنا نفضي الأرفف ونفضي الحاجات اللي موجودة، وبالراحة كده بنبتدي نغسل الباب. شايفين الحتة المجوفة لتحت دي كانت مكان الحنفية بتاعة التلاجة، فكان يعني الجزء ده كله كده ملهوش اي لازمة. وفي كمان من الناحية التانية فوق الخضار، فوق النور بتاع الفريزر ديت برضو كانت الخزان بتاع حنفية المية، فكانت بصراحة واخدة مكان جامد جدا من الفريزر، غير ما هو اصلا ضيق، فما كانش بصراحة عملية وما بتكفيش يعني. فزي ما احنا شايفين بنبتدي ان احنا بقى نصبن كده وبنمسح بعد كده بفوطة مبلولة علشان خاطر ننظف يعني، نحط الحاجة. والحكاية دي تعجب الأطفال قوي، ان هو بعد ما بنخلص عشان خاطر الفريزر بيكون ساقع بتلاقوا الرغاوي بتاعت الصابون نشفت في الفوطة زي ما تكون سنو. فابني بيحب يلعب بيها قوي. لو عندك أطفال بيحبوا يلعبوا في المية وفي التلج. زي ما انتم شايفين بنبدأ بقى نفضي كل حاجة خالص ونرجع بقى نرتبها. طبعا الترتيب دوت بيكون على حسب انتي بيريحك ايه يعني، مفيش حاجة معينة هي ديت الصح او الغلط، انتي كل واحد ليه طريقة يعني. زي ما انتم شايفين زي ما قلت لكم الحتة اللي فوق النور دي كانت الخزان دي كلها كانت مقفولة، وكانت مش مستخدمة يعني، فكانت يعني برضو واخدة محكان وحيز كبير من الفريزر. فدلوقتي هو بعد ما صبنت الأرفف والأدراج نرجع بقى نرجع الحاجة تاني مكانها ونبتدي نرص. أنا بحاول وبراعي إن أنا لما برص الفريزر بخلي اللحوم لوحدها، الفراخ لوحدها، الخضار لوحده، وبخلي الحاجة اللي أنا هستعملها أكتر هي اللي قريبة، ما تبقاش من ورا واجي اطلعها اضطر افضي الرف كله كده فارجع كركب الدنيا. فدي الطريقة يعني اللي انا بتريحني انا اكتر. وزي ما قلت لكم كل واحدة ليها طريقتها في ترتيب الحاجة. فزي ما احنا شايفين اهوت المكان بعد ما حاولنا ننضفه. الجزء اللي من جوه المجوف ده معرفتش بصراحة اعمله، معرفش يعني الحاجة ديت زي صبغة لزقت فيه. فزي ما انتوا شايفين بحط الخضار كله لوحده. المفتوح بحط الكيس زي ما انتوا شايفين كده يعني معدول، مش نايم كده بالعرض، لان الكيس مفتوح ما يقعش مني. لكن الكيس المقفول بحطه بالعرض كده عشان خاطر ايه ما ياخدش مكان. وببدأ ارص اللحوم والفراخ في الادراج من تحت، والسمك برضو بحطه على جنب لوحده عشان خاطر الحاجة ما تعملش ريحة من بعضها. وبكده بكون خلاص بقى مستعدة لبقية الأسبوع. عندي الحاجة مرصوصة ومظبوطة. والبصل المفروم برضو اللي أنا بخزنه بينفعني لما أكون جاية مثلا من برا، كنت في مشوار ومفيش وقت إن أنا لسه هخرط وأعمل، بروح سحبة كيس من البصل المفروم وعلى طول بيتسيح في الحلة بمعلقة سمنة، بيبقى زي الفل يعني. وزي ما انتم شايفين اهو المكان بقى احسن وشكله اروق ومريح، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو.